ونعمل مع بعض سلطة جبنة قديمة كده بالتحابيش، بس هاضربها في خلاط، مش عايزين نضربها في خلاط قطّعوا كل المكونات صغيّر. عندي الأول المكون الأساسي طبعًا جبنة قديمة زي ما أنتم شايفين كده، واحطها في الخلاط، ومعاها بقى بصلاية متقطّعة وطماطماية متقطّعة، وكمان لو عندِك جبنة فيتا حطّي معلقتين، ما عندكيش يبقى حتّة جبنة قريش زي اللي أنا حاطاها دي، ما عندكيش بصل أحمر، بصل أحمر مش بيبقى حامي زي الأبيض، يبقى حطّي حاجة بسيطة أو ما تحطّيش خالص لو مش عايزة، ما عادي مش هتفرق أوي. ونُص علبة زبادي كده، وتروحي بقى نازلة بشوية زيت كده محترمين، يعني كده إيه، نضرب ده كله في الخلاط. ممكن زي ما قُلت لكم ممكن كنا كل ده قطعناه صغير وهرسناه مع بعضه كده، وبقى طلّعتها كده شوية جزر لو موجود مش أساسي معانا خالص بس بيدّي طعم حلو، وفلفل بقى ما حبيتش أحطه في الخلاط، هو قطع كده بيبقى أحسن. وبس كده بقى عليه شوية طحينة، طحينة برضه بتدّيها طعم حلو أوي، المفروض يعني معروف إن الطحينة مع الجبنة القريش بتعمل mix خطير. وكمان بقى شوية زيت على الوش كده برضه، أنا حاطة طبعًا في الخلاط حطيت زيت، وأحط بس معلقة كده على الوش تدّي منظر وتدّي طعم برضه. خطيرة بجد، وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك وتعملوا اشتراك أو تعملوا متابعة. شكرًا أوي، سلام عليكم.